كل سنة وحضراتكم طيبين. مع حضراتكم دكتور محمد مطحنة، استشاري جراحة العظام والكسور. رمضان خلص، العيد على الأبواب، كل سنة وسعادتكم طيبين. عندنا حاجات كتير بتتلخبط أو بيبقى فيها مشاكل كده في رمضان في العظام، اللي شرب السوائل، الحلويات وزيادة الوزن ترجع بعد كده بتأثر على المفاصل وعلى الحركة بتاعنا. عايزين بسرعة كده نلحق نتعافى منها ونعدي العيد بخير وسلام مع حضراتكم جميعا. أول حاجة هنتكلم عنها التغذية السليمة. في رمضان بيبقى دايما فيه سوائل قليلة، فترات الصيام الطويلة اللي بنقضيها بنحتاج إن احنا نعوض على طول كده بكميات سوائل كتيرة. نشرب مية كتير، نزود في الألبان، الجبن، البيض، السمك، الحاجات المغذية للعظم. نشرب كميات سوائل طبيعية، عصائر طبيعية قليلة السكر. نشرب حاجات دافية بعيد عن حاجات اللي فيها كافيين وأملاح زيادة، علشان نعوض المادة الزيتية اللي بتقل معانا في فترات الصيام الطويلة. كمان لازم نحافظ بقى على الوزن. كل سنة وحضراتكم طيبين. الكحك والغريبة والحاجات الحلوة اللي هتزود لنا وزن ونرجع نشتكي على طول بعد رمضان والعيد من زيادة الوزن وتأثيرها على خشونة المفاصل. عايزين دايما نعتمد على دايت سليمة. عايزين نعتمد على انقاص الوزن، على الحركة. في رمضان كلنا بنبقى كسولين قوي، قبل الفطار مش قادرين وبعد الفطار مكسلين، فمحتاجين ان احنا نواظب على الحركة الجيدة، بالذات رياضة المشي بيبقى فيها صحة للمفاصل كويسة جدا، بتقوي العضلات، بتحسن الدورة الدموية في الأطراف، بتحسن المادة الزيتية اللي جوه المفصل لأنها بتنشط الخلايا اللي مسؤولة عن تكوين الغضاريف والزيوت المفصلية. كل دي نصايح المفروض نشتغل عليها في الفترة اللي بعد رمضان على طول.